بعت لي 5000 يا سويسي لله لله. فين ده؟ انت حتى ميك اب وحتى مكياج يجيب 10000 جنيه، وبعدين اهي 100 جنيه اهي. هعمل بقى اكل وشرب. بما ان ناس كتير سالتني يا سويسي هو القبض بيقضيك ولا لا، انا هوريك دلوقتي. انا باجي كل اسبوع السوبر ماركت، بصرف من 70 ل 100 جنيه، بجيب مستلزمات البيت من خضار لمكرونات لزيوت. وبعد كده بيبقى في حاجه اسمها مصاريف شخصيه. اول حاجه جبنا طماطم، ودلوقتي هنجيب فاكهه. مصاريف الشخصيه اللي هي السجاير، كروت الشحن. وبعد كده بروح اجيب من عند الجزار اللحوم، بجيب لي يجيب 60 يورو لحوم في الاسبوع. بتودي يا صاحبي. طب تعالى اوريك هنجيب ايه بقى. كل ده لسه في علبه فواكه. هنجيب موز عامل 99 قرش، وده علبه السلطه. هنجيب سلطه جاهزه عامله 99 قرش. ونجيب لنا شويه بطاطس 5 كيلو عامل 3 جنيه 69 قرش. طبعا 3 روز توم وازازه عصير. وطبعا قرص تراب من دي نجيب لنا 2. ونيجي عند الألبان في لبن بط، لبن أرانب، لبن وز، لبن عادي. وده علب المكرونات أرخص حاجة ب59 قرش نص كيلو. وطبعا مش هننسى بيض الأرانب، نجيب لنا علبة. ده عاملة كام؟ عاملة 2 جنيه وحاجة. والزيت أهم حاجة في الليلة، نجيب لنا إزازتين زيت جنيه 59 قرش. والسكر غالي، هنحلب ايه وكيس سكر. ده علب اللحوم. وطبعا انا بقول لكم ما بجيبش اللحوم من هنا، بجيبها من عند الجزار عشان تبقى حلال. وده اغلى علب هنا، علب الاسماك. طبعا مش سكتنا. وطبعا هنجيب من دي، منها رخيصه ومنها مش مقاطعه. وده